25 يناير 2024 هننزل نعمل ثورة ونشيل السيسي ونظام السيسي. طب لما تنزل يوم 25 والشعب يحط عليك هتعمل ايه؟ لو انت فاكر ان انت مشكلتك مع السيسي او نظام السيسي او مع الجيش فقط تبقى انت غلطان. الشعب، انت مشكلتك مع الشعب رافض وجودك. وكل واحد عاقل يقول لك التجربة السورية، انا نفسي افهم انت دماغك فيها كلاب سعرانة يا ابني. ما التجربة السورية سقط النظام السوري وسقطت الدولة السورية، وبالتالي اسرائيل خدت 300 كيلو متر مربع من سوريا، وبالتالي سقطت الاتفاقية اللي كانوا عاملينها 74 لان ما بقاش في دولة. خلاص اسرائيل ليها الحق تدخل وتعمل اللي هي عايزاه، ودخلت عملت اللي هي عايزاه في سوريا. انا نفسي افهم انت بتفكر ازاي. يعني التجربة السورية، انت عارف بعد التجربة السورية دي داخلين على الاردن، على الاردن. هي دي الخطة كاملة متكاملة، الاردن والعراق ومصر وخلصنا النيل الفرات يا حبيبي. انت يعني بتساعدهم، هم بيشغلوا يقول لك اعمل كذا تعمل. طيب اسمع، الكلام ده كله اتعمل عندي قبل كده واحنا تصدينا ليه، وجيشنا تصدى ليه بكل قوة، واحنا كشعب تصدينا ليكم انتوا بكل قوة. لما مرسي جه وكنتوا عايزين تلغوا فكرة الجيش نفسه، وعملتوا ميليشيات في سينا وكنتوا بتدربوهم عشان تعملوا زي ايران كده، تمام. فده، وعايزين طبعا اول حاجة عايزين تعملوها الغاء التجنيد الاجباري ده، زي ما دلوقتي بيعملوه في سوريا، الغاء التجنيد الاجباري. هو طبيعي مش هيبقى فيه تجنيد اصلا لان ما فيش جيش، عبارة عن ميليشيات. فانتوا حاولتوا تعملوا ده عندنا واحنا وقفنا لكم وتصدينا للكلام ده كله. فخليكم عارفين اللي انتوا بتفكروا فيه ده لو انتوا عملتوه تاني دلوقتي صدقوني الضرب، سيبك بقى من رابعة واللي حصل في رابعة والكلام ده كله، ده كان فيه حنية، قسما بالله كان فيه حنية، كان فيه ممر آمن، وآلاف طلعوا منه سالمين وروحوا بيتهم. انتوا لو بتفكروا صح، القادة اللي كانوا في رابعة كلهم هربوا، واللي كان بيحاول يهرب ولابس نقاب واللي مش عارف ايه واتمسكوا، طبعا مش كلهم اتمسكوا. فانتوا لو بتفكروا اللي بيسخنوكم وهم قاعدين بره وبيشحنوا فيكم، انتوا اللي هتتمسكوا وانتوا اللي هتتسجنوا وانتوا اللي انتوا عارفين احنا هنعمل فيكم ايه، اللي هو احنا الشعب يعني. ايوه، انا في ظهر بلدي وكل الشعب المصري في ظهر بلده. احنا في ظهر الجيش، احنا قبل الجيش، احنا الحائط الصد.